سمية الخماس ما بقاتش متداولة في زماننا الحاضر. لقب الخماس كتير من الجيل الشباب بل والجيل اللي سبقهم ما تعرفوش دلالة كلمة الخماس. فهذا المصطلح إخواني أخواتي كان متداول في عموم المغرب أوساط السبعينات من القرن الماضي على الأقل. الخماس هو المزارع اللي تيخدم في حرث الأراضي البورية اللي كانت تعتمد على الشتاء مقابل الخموس ديال الغلة في أطراف المدن فين كانت تزدهر البساتين. وكان الرباع هو المزارع اللي كيخدم مقابل الربع مما تيتم جمعه من المحصول. في مطلع الألفينات الخوت اتفق العربي بن المامون السودي مع واحد السيد من ملاك الأراضي سميتو محمد العشيري على العمل خماس في الفيرما ديالو اللي كانت في نواحي تيمحضيت على طريق الرشيدية. العربي كان عليه يتولى حرث مساحات من عدة هكتارات وتيوفر ليه صاحب الأرض البذور ومعدات الحرث والمبيدات وتيخدم لقاء الخموس من المحصول. كان صاحب الفيرما الحاج محمد العشيري سيسكن في مكناس ومواظب تيمشي للفيرما كل صيف. كان تيدوز فيها بضع أيام مع عائلته. وكان الخماس العربي بن المامون السودي باني جنب الفيرما وبموافقة من مالك الأرض واحد الدويرة من الطوب ساكن فيها مع مرسو اللي جاب معاه من واحد القرية قريبة من تيمحضيت. كان الحاج محمد كما تيناديه العربي الخماس راجل كبير تجاوز 65 سنة في عمره، وفي ذاك العمر تبدلات أحواله رأسا على عقب حيث تاخد من إحدى الكاتبات واحد الكاتبة في وحدة من الشركات ديالو زوجة ثانية، تاخدها زوجة ثانية سميتها فريدة الزواي. وقدرات الزوجة الجديدة اللي كان كبير منها ب40 عام أنها تخليه ما يشوفش غير ما تشوف هي وما تتاخذ أي قرار إلا برضاها وموافقتها. باختصار رداتو خاتم في يديها كما تنقولو. كانت شابة مازال صغيرة عندها 25 سنة، وكان راجل الحاج محمد تيحلم ترجعو للصيبة، وبشوية بشوية عزلاتو على مرتو الأولى وولادو وكل عائلتو بمعنى استفردات به. وواحد الوقت الحاج محمد العشيري ما بقاش يرد وجهو للفيرما ديالو في أطراف تيمحضيت، ما بقاش يمشي ليها وما تيتذكرهاش إلا فاش تيصيفط ليه العربي بن المامون حقه من المحصول بعد ما تيقتطع منه الخموس. فداز السنوات وما ولدش الحاج محمد شي وليد من الزوجة ديالو الثانية. وكان هذا الأمر تيأرق المدام فريدة كما كانت تحب يناديو عليها. كانت المدام تشوف أن لا ضمان لها بعد ما غيتوفى الحاج محمد إلا ما ولدتش، ولذلك كانت تسعى بكل ما أوتيت من إمكانيات باش تولد منه شي وليد يكون ضمان لها في الميراث. المدام فريدة طلبت من الحاج محمد يبني ليها شي فيلا محترمة في أرض كان تيملكها حدا مدينة الحاجب في طريق إفرع. ما ترددش الحاج محمد بل قال لها أن اختيارها تيتوافق تماما مع الرغبة ديالو في الابتعاد من المدينة وصداعها. وفي ظرف عام وبضعة أشهر كانت الفيلا اللي طلباتها المدام فريدة الزواي واجدة وتضمنات كل وسائل الترفيه والراحة في هذه الفيلا. كان الحاج تيدوز نهارو في مكناس كان مقابل الشركات ديالو، وفي العشية تيرجع للفيلا تاعو حدا الحاجب. كانت المدام فريدة تحرص على أنها توجد ليه الأسباب باش يستمتع بالحياة، بل غواتو بأنه مرة تشربوا كاس ديال الويسكي أو أي نوع ديال الشراب. كانت المرأة الشابة لمسات بوادر عاج الجنسي عند راجلها وتظن أن الويسكي وبعض الفواكه الجافة ربما تساعد في إحداث الحمل اللي كتمناه. هكذا ولا الحاج محمد تيشرب الخمر اللي ما كانش يقرب منه من قبل.
المدام فريدة لاحظت جد والمعقول د العربي الخماس في الخدمة ديالو. كان راجل معقول وتيخدم مزيان، ولذلك قررت أنها ما تلقاش خير منه للاعتناء بالحديقة ديالها في الفيلا. وكذلك اقترحت على الحاج محمد أنه يجيب ليها العربي الخماس للفيلا يخدم خلال الأسبوع ويرجع لمرتو في فيرما الجمعة أو الحد. وفعلا جا العربي وعنى مزيان بحديقة الفيلا. بعد أسابيع ردها جنة ولات حديقة فاتنة. كانت المدام فريدة تتراقب مزيان شنو تيدير العربي، وكانت مرة تدور معاه مزيان حيت عنا ليها بالجردة مزيان، ولذلك سال عليه يبرر لمرتو البعد ديالو عليها خلال الأسبوع، حيث ولات حالتهم المادية بخير شوية. واحد النهار من أيام يوليوز الحار قيل العربي تيخدم في الجردة كالمعتاد لساعات طويلة، وغلباتو الشمس غلباتو الحرارة، فنزول واحد القنيت في الجردة كان تيحسب ليه بعيد عن النظر الفضوليين. حيد حوايجو بقى غير بالشورت وبدا تيغتسل تيتبرد وفي نفس الوقت تيطرف. ما لاحظتش ان المدام فريدة كانت تطل من الشرجم، وكانت تشوف كل ما تيدور في الحديقة ديالها الفسيحة بواسطة واحد لاجوميل مكبرة الصورة. شافته هو تيدوش، تأملات في البنية العضلية القوية للخماس العربي. كان الرجل اللي ربما تتحلم به أي امرأة، ومن ديك اللحظة اللي ترسخت بدينا صورة العربي الخماس الشاب القوي البنية، فقررت أنها تلاحقه حتى يطيح في شباكة، وفكرت أنها تحمل منه ما دامت ما حملاتش من الحاج محمد راجلها. ما كانش شي فرق حلم الإنجاب، كانت باغا تأمن حصة مهمة من الإرث بعد ما غيمشي الحاج عند الله العالم بعودة الصبا. فبدات المطاردة ديال المدام فريدة للخماس العربي، وبدات تتغريه بالمال، وافتعلات الأسباب باش ما يرجعش لمرتو نهاية الأسبوع. قالت في نفسها كل ما بعد على فراش مرتو كل ما سالت إثارة والسيطرة على مشاعره. ولكن الشاب البدوي ما تأثرش إطلاقا، ما طيحاتوش، وخا كانت كتلبس حوايج لاصقة بجسدها وما قدراش تفلح في إثارته، وخا لبسات تاني جوبة قصيرة. كانت تيجاهلها ما تنشغلش إلا بما هو في صميم العمل اللي جاي من أجل الفيلا. وواحد النهار وقيتة العصر مشى العربي لواحد الكوان في الجردة تيطرف كيما العادة، وهي تفاجئ والمدام فريدة جات تجري ليه شيبة عارية. شافها في ديك الحالة جمع حوايجو وجرى جهة الباب. اللي ما كانتش عارفاه المدام فريدة الزواي أن المزارع الشاب كان في طفولته تلقى تربية خلاته متشبع بالكثير من القيم. كان هو تيجري نحو الباب تيستحضر في مخه قصة النبي يوسف عليه السلام مع امرأة العزيز. مرة أخرى خاب مسعاها، فرجع العربي لمرتو ومشى في حاله. قرر أنه ما يرجعش للفيلا الحاج محمد بعد داك النهار. فكان كثر ما خايفة منه المدام فريدة أن العربي يمشي يبلغ راجلها بالشي اللي دارتو. هي تجردات من كل الباسة وبغات ترمى في أحضانه، وفاش صدها وبعدها دابا ما تخليلو تا فرصة، بل بغات تردو آثم، وطلبات من الحاج راجلها يرد العربي الخماس للفيلا. وفاش قابلو الحاج برر انقطاعه أي العربي ما بقاش تيجي لأن الوقت ما بقاش يكفيه. قال له هكا، وأن الأشغال في المزرعة تتطلب أنه يبقى تما، وكانت فريدة مصرة أنها تردو بأي وسيلة، هي باغاه يبقى تحت المراقبة ديالها. ولذلك احتالت عليه بأن عرضت عليه عن طريق راجلها أنه يبقى يرجع عصر كل يوم لمراته بعد ما غيخدموا معاه شخص يبقى يعاونه. هكا قالوا له. وفي الأسابيع القليلة اللي جات خدموا واحد الرجل من القرية المجاورة تيعاون العربي، ولكن المدام فريدة ما عطلاتوش بعد ما ادعت أنه ما تيديرش خدمته. مرة أخرى غادي يخلى ليها الجو مع العربي الخماس. وواحد النهار المدام فريدة جا عندها واحد خوها ضيف كان حشيشي تيجي عندها مرة باش تدور معاه، وتتعرفو كان خطير، وهي تخليه بوحدو في الفيلا وخرجت. وكان العربي في واحد الجناح من الفيلا خدام شغلو،
كان تيعتني بواحد الوريضات كان غرسو. فجأة خرجت ليه المدام فريدة مرة أخرى شبه عارية وشادة في يديها بكية فلوس. هاد المرة وقف العربي في بلاصتو وشاف فيها وقال له أنه ما يديرش شي حاجة تغضب الله، وذكرها أنها امرأة متزوجة وبأنه مزوج، وجمع حوايجو ومشى واتخذ قرار أنه يسير يخدمتو مع هاد الناس في مرة. وفاش كانت المدام فريدة تتلاحق العربي الخماس في الجناح الآخر تسلل خوها البيت النعاس تاعها وهز ليها واحد الصندوقة فيها الذهب ديالها، سرقها واختفى. وفاش رجعت ما لقاتوش ومشات نيشان لماريو لقات الصندوقة ما كايناش، عرفات واش لطا وكانت ناوية تقنع راجلها أنه يطرد الخماس، يطرد العربي الخماس بعد ما تبلغوا أنه تحرش بها. ولكن فاش لقات ذهبها تسرق قالت تلصقها في العربي الخماس أحسن باش تنتقم منه، وهي تصوني على مكتب الحاج راجلها وقالت ليه أن الخماس العربي سرق ليها ذهبها وأن عليه أنه يمشي يقدم شكاية للمتابعة ديالو. وفعلا قبل ما يرجع للحاج الفيلا داز على مدينة الحاجب وسجل شكاية في مفوضية الشرطة ضد الخماس ديالو العربي. والعربي فاش خوا فيلة الحاج ومرتو فريدة مشى لدارو اللي في الفيرما حداتي محضيت، هز حوايجو ومرتو واختفى رجع لقبيلتو. وفاش ما لقاوش في الفيرما صدرات بحقو مذكرة بحث. بعد أيام ألقي القبض عليه في قبيلته وجابوه للحاجب يحققوا معاه. وفاش داز أمام العميد رئيس الشرطة نكر كل سرقة ديال الذهب، ولكنه ما قدم حتى شي تبرير على انقطاعه على خدمته والمغادرة ديالو للفيرما بتمعبيط. وفضل العربي أنه يكتم في نفسه سر ما وقع له مع مرت الحاج. فمشاو فرقة من الباحثين للقرية فين ساكن ما لقاو عنده والو. وصادفات هاد الوقائع أن الشرطة في مكناس كانت دايرة حملة ومراقبة على المحلات بيع المجوهرات بسبب تزايد الشكايات المتعلقة بسرقة الحلي. كان شكوك حول قبول بعض الصاغة أنهم تيشريو الذهب مسروق وتيدوبوه، وكانوا الصاغة تيرفضوا هاد الشكوك. وقطع اليمين ديالهم خالد الكوسي وعد على نفسه أنه يثبت صفاء جرة العاملين في صناعة الحلي. ولذلك فاش جا واحد الشاب باغي يبيع شي ذهب وكان ذهب ذو جودة وقيمة عالية شك في أنه يكون مسروق، وهو يتفاهم معاه قال له تا العشية يوفر ليه بقية الفلوس من البنك بعد ما قدم ليه تسويق. واتصل الرجل بمفوضية الشرطة بلغهم بالأمر. في العشية شدوا ذلك الشاب مول الذهب، فتبين سريعا أنه خو المدام فريدة وما بقاش على من يتابع به العربي الخماس لأنه تبتات براءته من تهمة السرقة. وشاف في هذا الأمر أنه انتصار من الله، ومع ذلك التزم الصمت وما باعش بالشي اللي قامت به المدام فريدة. فاش كان خارج من مقر مفوضية البوليس لقات عينو بعينين المدام فريدة وحس بأنها وكأنها بغت تعتذر له، ولكنه شاح بوجهه عليها ومشى في حال سبيله. سأل الفيديو ديالنا إخواني أخواتي الكرام، كان معكم أخوكم عصام. ما تنساوش المشاركة في القناة وتفعيل الجرس، وعلاش لا شي جيم وكومنتير ومشاركة الفيديو مع العائلة والأصدقاء.